تعرف قصة الجزار اللي خلى السوق يولع؟ تتخيل إن جزار بسيط سلاحه سكينة وميزان قلب السوق لساحة معركة. أيوة، في وسط الزحمة وريحة اللحمة وصوت البياعين حصلت ملحمة بطولية محدش كان متوقعها. كان اسمه عبد الله الجزار من حارة قريبة من باب الشعرية. لما سمع إن الفرنسيين هيعدوا من سوق في حملة تفتيش واعتقالات، قرر ياخد موقف بس بطريقته. ما راحش المخزن سلاح ولا نادى على الثوار، هو بس نضف سكاكينه وعلقها على الحيطة وابتسم. ولما دخل أول جندي فرنسي للسوق، عبد الله قام وسلم عليه بلطف وكأن الموضوع عادي. بس لما الجندي لف وشه، عبد الله سحب السكينة وغرزها فيه طعنة واحدة وقلبت الدنيا. التجار اتلموا والناس مسكت أدوات السوق، سكاكين وصواطير وعصيان، وكل زبون بقى مقاوم. الفرنسيين اتزنقوا وسط الزحمة ومعرفوش يتحركوا ولا يردوا الطعنات اللي جاية من كل اتجاه. وفي خلال دقايق السوق بقت معركة حقيقية، والأغرب إن السوق كله اختفى تاني يوم. الناس خبوا آثار المعركة وداروا على عبد الله الجزار وهربوه بعيد، واختفى من وقتها ومحدش شافه تاني. بس اسمه فضل يتقال ما بين الناس اللي طعن أول واحد هو اللي فتح باب المقاومة. الجبرتي كتب عن الواقعة دي وقال: وفي سوق اللحامين هاجم أهل الحارة على الفرنسيين فقتلوا منهم جماعة ثم تواروا عن الأنظار. فاكر السوق اللي بتعدي عليه كل يوم؟ ممكن يكون فيه دم بطل اتسفك علشان البلد. شارك القصة عشان عبد الله الجزار ما يبقاش مجرد نسيان، واستناني في القصة الجاية.